السلام عليكم. المشكلة بتاعت النهاردة هحل لك مشكلة الجبس والكونكريت والاسمنت الابيض والاسمنت الاسود عشان ما يمصش اللون. طبعا اي حد بيلون على طول على الجبس او على الكونكريت او اي مادة جبسية طبعا بتمص اللون، واللون بيشربه. هخليك تمنع الامتصاص ازاي. طبعا مادة حلوة جدا جربتها، المادة دي جربتها طبعا، يعني مش طالع اقول لك اي حاجة وخلاص، لا، حاجة انا مجربها وحلوة جدا وظبطت معايا. طبعا المادة دي تدي عزلة زي كأنها وش بطانة لشغل الجبس، هتدهن بيه عادي. طبعا المادة دي رخيصة جدا. لشغل الجبس هتدهن بيه عادي، تدهن بيه اي حاجة، شغل كونكريت جبس اي حاجة انت عايزها تدهنها كده عادي، تديها وش. لو عايز طبعا شغلك كتير جدا وانتاجك كتير تجيب بستلة وتجيب مثلا 5 6 كيلو وتنزلهم وتطلعهم. انا طبعا الربع كيلو ده اتبعت لي عشان اجربه، فقلت رأيي بصراحة، يعني فيه حلو جدا. في حاجات كتيرة بتتباع طبعا، انا ما بنزلهاش خالص غير الحاجات اللي بتنجح بس. طبعا بص، هتقول لي ليه؟ هقول لك لما تيجي تدهن اي لون يظهر زي كده، يظهر زي كده. طبعا بص، ما يمصش اللون خالص عشان في ناس كتيرة طبعا شكت. دي مدهون اول حاجة وش، بيدهن وش زي كده برضو. فانت لازم تدي قبل ما تدهن اللون الاساسي، لازم تدهن وش من المادة دي. هتمنع الامتصاص بتاع الجبس خالص، تدي الوش اللون بتاعك، هتظبط معاك الدنيا وتلاقي اللون بتاعك ظاهر ولامع وحلو جدا. وطبعا الكيلو بتاعها مش هيعدي 30 جنيه، رخيص وحلو جدا. وعطيك عطيني حاجة حلوة، منع امتصاص الجبس والاسمنت ومنع الامتصاص نهائي. ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر، وهنزل لك جزء تاني انا هلونهم بس بعد ما ينشفوا، هسيبهم في حركة 4 ساعات ينشفوا زين.